شايفين الواد وشه منور ازاي وهو بيتكلم عن الاهلي وجمهور الاهلي وحبه وحماسه للاهلي. كان فينك من بدري يا ابني كان فينك من بدري، كنت دافن نفسك. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده هنتكلم فيها عن فيديو ومقابله زيزو مع ابراهيم فايق. هنتكلم عن الفضايح اللي طلع قالها عن اداره نادي الزمالك وعن حبه وحماسه للنادي الاهلي، فيلا بينا. كلنا اتفاجئنا امبارح واول امبارح تاني يوم ماتش كاس مصر بين بيراميدز والزمالك اللي انتهى بفوز الزمالك وبتتويج الزمالك بكاس مصر، ان ابراهيم فايق مستضيف كابتن احمد السيد زيزو عنده على حلقتين. يعني هو صور حلقه واحده قسمها حلقتين، جزء نزل يوم الجمعه وجزء نزل يوم السبت. الجزء اللي نزل يوم الجمعه مينلي كان بيتكلم فيه عن الزمالك وعن مشكلته مع الزمالك وبيوضح كل حاجه اللي بقى لها سنه عماله تطلع عليه اشاعات وعلى والده. وجزء يوم السبت كان بيتكلم فيه عن الاهلي وانتقاله للاهلي وحماسه والكلام ده كله. طيب هنعلق على شويه نقط بسيطه كده. هنبدا بنفس السيكونس اللي هم بداوا بيه، وهنتكلم عن الجزء بتاع يوم الجمعه اللي هو اول امبارح. هنتكلم عن احمد السيد زيزو وعن مشكلته مع نادي الزمالك. طيب بغض النظر يا جماعه هو صادق ولا مش صادق، دي حاجه انا ما اقدرش احكم عليها، ولكن كلنا لازم نديله، اقولها ازاي، يعني لازم نديله حسن النيه. لازم كلنا نقول ان هو صادق لحد ما يثبت ان هو كذاب. فهنفترض في كل اللي جاي من الفيديو ان احمد السيد زيزو صادق في كل كلامه، علشان هنهايلايت شويه مشاكل كبيره قوي في اداره نادي الزمالك لكل اخواتي اللي بيتفرجوا علينا وبيشجعوا نادي الزمالك. انا راجل اهلاوي، ولكن في النهايه الزمالك هو قلعه رياضيه كبيره جدا في مصر، والحال اللي وصله دوت بقى يحزن الاهلاوي قبل الزمالكاوي. احمد السيد زيزو طلع قال لك المشاكل بدات من شهر 1 2024، يعني قبل انتهاء عقده بسنه ونص. طب ليه يا عم؟ قال لك جالي عرض من الشباب السعودي بمبلغ خرافي ب7 مليون دولار والزمالك رفضه. طب الزمالك رفضه ليه؟ الزمالك رفضه علشان خاطر كان خايف ان احمد يروح السعوديه ويرجع كوبري على النادي الاهلي، مع ان كان جاي له 7 مليون دولار و5 مليون دولار لزيزو وقتها في 2024. بيتهيألي لو انا فاكر صح، يعني كان الدولار ب 30. الدولار كان ب 30 وقتها في يناير 2024. فانت بتتكلم ال7 مليون دولار دول رقم خرافي. نادي الزمالك 210 مليون جنيه مصري، واحمد السيد زيزو هياخد قصادهم 150 مليون جنيه مصري سنويا. ولكن نادي الزمالك رفض العقد ورفض العرض ورفض ان هو يبيع احمد السيد زيزو، رغم ان هو قال ان هو قعد مع الاستاذ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وقال له يا باشا يا تبيعني لو انت محتاج الفلوس، يا تجدد لي دلوقتي قبل ما عقدي بيخلص بسنه ونص. وهو لا عمل كده ولا عمل كده. جه شهر 8 في 2024 جالهم عرض تاني من نادي نيوم والمشروع والكلام ده كله، وبرضه برقم خرافي ب6 مليون ونص دولار. وعقد احمد السيد زيزو كان 5.5 مليون دولار. وكالعاده نادي الزمالك بيماطل وبيرفض ان هو يبيع احمد السيد زيزو وبيرفض ان هو يجدد له. وعلى كلام زيزو ان جلسات التجديد اتكررت كتير قوي في الفتره دي، في شهر 8 وفي شهر 10 وفي المغرب وهم رايحين ياخدوا الجائزه بتاعت احسن لاعب في افريقيا اللي ما خدهاش اصلا. وكل شويه بكلام، كل شويه باتفاق. ده الراجل قال ان هم قعدوا وقروا الفاتحه على الاتفاق، خلاص اتفقوا على كل حاجه وقروا الفاتحه. وبرضو نقطه مهمه لازم نقولها، ان رقم ال100 مليون ده ما حصلش. زيزو قال ان هو ما حصلش، وزيزو قال ان هو لما قرا الفاتحه واتفق مع الزمالك على تجديد العقد كان برقم اقل من كده بكتير. حتى ابراهيم فايق قال له كام اللي هو فرنج 40 50، قال له حاجه زي كده يعني. طب ال100 مليون دي جت منين؟ قال لك ال100 مليون دي جت، انا كان جاي لي عرض نيوم ب5 مليون دولار، يعني حوالي 250 مليون جنيه مصري. فانا قلت لنادي الزمالك شوفوا تقدروا تدفعوا كام من الرقم ده، تقدروا تدفعوا 50%، تقدروا تدفعوا 40%. فالحسبة اشتغلت. قال لك زيزو عايز 40% من عرض نيوم اللي هو حوالي 100 مليون جنيه، وخرج التسريب ده من احد اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك. ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا. الزمالك لا جدد لزيزو ولا باعه في 2024 لحد ما وصلنا لشهر 1 2025. زيزو اصبح لاعب حر. كلمه جيرارد او ستيفن جيرارد نجم ليفربول واسطوره ليفربول المدرب الحالي لنادي الاتفاق علشان يمضيه ببلاش ويجي له في شهر 6. فزيزو قال له انا ما زلت لاعب في نادي الزمالك يا باشا، تواصل مع الزمالك اشتريني منه وخدني دلوقتي بدل ما هجي لك في شهر 6.
يستفيد بيها ال6 شهور دول، والناحيه الثانيه الزمالك يستفيد. وعلى فكره النادي ما كانش مضطر يعمل كده، وكان ممكن يتفاوض معاه بعدين، لان هو خلاص في اخر 6 شهور في عقده وكان يجيبه من اول الموسم الجديد. ولكن رغم كده نادي الاتفاق السعودي عرض على الزمالك 2.5 مليون دولار مقابل ال6 شهور الباقيين في عقد زيزو. والراجل جه المفوض بالتفاوض مع نادي الزمالك جه في مصر ومحدش قابله اصلا، وكالعاده ما باعوش زيزو ولا جددوا له. يعني الدنيا خربانه خرب. الراجل اعترف ان هو غلط غلطه كبيره قوي، ان هو راح السفاره قبل ماتش ستيلن بوش في الكونفدراليه اللي حصلت عليه الضجه لما زيزو اتصور وقال لك بس زيزو في السفاره الامريكيه بيطلع الفيزا، فزيزو مضى في الاهلي. قال لك يا باشا انا كان جاي لي عروض من 3 فرق بتلعب في كاس العالم انديه غير النادي الاهلي، فانا كنت رايح اطلع التاشيره يعني تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل. ممكن امضي في العين، ممكن امضي في الهلال، ممكن امضي في الوداد، ممكن امضي في اي حته. يعني الراجل كان ممكن يمضي في اي حته رايح كاس العالم. اقول لك حتى لو ما رحتش نادي بيلعب في كاس العالم، انا كنت رايح اتفرج على ماتشات كاس العالم. فهو ما كانش رايح علشان هو مضى في الاهلي. طيب وبعدين قال لك بعد ما الصوره دي اتسربت جابوني النادي قالوا لي يا تمضي دلوقتي يا انت مضيت في الاهلي بقى خلاص. وقتها طبعا كان في قلق. زيزو ما كانش على كلامه يعني ما كانش عنده مشكله مع التجديد مع الزمالك، ووالده ما كانش عنده مشكله مع التجديد، ولكن اشترط ان زيزو ما يتباعش السنه دي. يعني في خلال كل جلسات التفاوض قال لهم يا جماعه هنجدد بالرقم اللي انتوا قلتوا عليه اللي هو 40 مليون، ده اللي انا استنتجته من كلام زيزو يعني وكل حاجه، ولكن زيزو ما يباعش السنه دي. ليه زيزو ما يباعش السنه دي؟ لان هو والده شاف ان هم هيجددوا له عقده، مش هيدوا له فلوس، وهيبيعوه في شهر واحد في اي حته. طيب ايه المشكله يا عم زيزو ان هم يعملوا كده؟ ما كده النادي هيستفيد منك، ممكن تتجدد وتخليهم يبيعوك. زيزو قال لك لا. انا الحته دي برضو ما اقتنعتش بيها قوي يا زيزو يعني، وانا اهلاوي انا مش زملكاوي حتى. قال لك اصل هم تعبونا الفتره اللي فاتت دي كلها، وكلام رايح وكلام جاي واتفاقات بتتغير وغلط فيا وغلط في ابويا واشاعات وي 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 وي, وي. فانا ما عجبنيش الطريقه دي. فيا اما تجددوا لي عشان انتوا محتاجيني فنيا فعلا زي ما انتوا بتقولوا وتحطوا الشرط ده في العقد ان انا ما اتباعش السنه دي، عايزين تبيعوني يبقى السنه الجايه، يا اما ما تجددوليش وابقى لعيب حر واستفاد انا بالقيمه الماليه والتفاوض اللي هقدر اتفاوضه مع انديه كتير. لان انت لما بتشتري لعيب من نادي الراتب اللي هياخده هيبقى اقل بكتير من ان انت بتاخده حر. ما اقتنعتش بيها قوي ولكن هنكمل. طيب الاهلي دخل امتى في الصوره؟ قال لك الاهلي دخل في الصوره متاخر خالص. متاخر خالص امتى؟ قال لك حتى بعد ماتش الكونفدراليه وموضوع السفاره. يعني انت بتتكلم الاهلي دخل في الصوره في خلال الشهر اللي فات اللي هو شهر مايو. طيب الاهلي دخل في الصوره ازاي في خلال شهر مايو؟ قال لك نادر شوقي اتكلم مع والدي كتير جدا، كان في تفاوضات رايحه وجايه. نادر بيتكلم بصفته وكيل لاعبين وليس بصفه النادي الاهلي، لان نادر شوقي ليس ممثل على النادي الاهلي. اتكلم مع والده كتير جدا، بيحاول يقنعه ان هو يوديه الاهلي. والناحيه الثانيه زي ما نادر بيتفاوض مع والد زيزو عشان يوديه الاهلي، هو بيتفاوض مع الاهلي عشان يجيب لهم زيزو. فالموضوع كان من ناحيتين لحد ما نادر قدر ان هو يوصل الدنيا وقدر ان هو يقنع الكلام ده كله. فتدخل النادي الاهلي تدخل رسمي في شهر 5 اللي فات او في اخر شهر 4 اللي فات بعد الكونفدراليه وبعد زياره السفاره والكلام ده كله، وقدر ان هو يخلص في زيزو. الكلام ده كله كان بعد حلقه زيزو مع اسعاد يونس، حلقه زيزو مع ابراهيم فايق، كان بعد موضوع السفاره، بعد الكونفدراليه، بعد البيان اللي زيزو نزله قال انا نزلته بالاتفاق مع مجلس اداره نادي الزمالك. ليه بنقول الكلام ده كله؟ علشان ده يدل على احترام النادي الاهلي لنادي الزمالك، وان هو واحترام زيزو لنادي الزمالك، وان هو لحد اخر لحظه هو كان ما زال عنده امل ان هو يجدد في الزمالك، ولكن لما قفلت ضبه ومفتاح خلص في الاهلي. زيزو في البدايه قال لك انا مش جاي اكسب تعاطف الجمهور لان انا متفهم ان ده مش هيحصل وما عنديش مشكله معاه، انا مراعي جدا شعور الجمهور. من واضح من كلام زيزو ان هو يعني انسان الى حد ما متعلم مثقف، عارف بيتكلم ازاي، عارف بيعمل ايه. يعني هو مش اهبل، مش جاي يرمي كلام وخلاص. فزيزو في الحلقه دي زي ما اقول انا بلتمس له العذر والصدق، وبعتبره صادق لحد ما يثبت العكس يعني. لان هو من البدايه قال لك يا باشا انا مش جاي اكسب بتعاطف جمهور الزمالك، انا جاي احكي اللي حصل كله علشان ارجع حقي وانا ابويا اللي بقالنا 8 شهور بنتشتم. خلصنا الفقره دي كلها. خلصنا لما زيزو طلع يعني عايزين نقول ايه، نشر غسيل الزمالك الوسخ قدام الناس كلها، طلع سلم اداره الزمالك للجمهور. ورغم ان هو قال انا مش عايز اكسب تعاطف الجمهور، بس هو كسب تعاطف فئه كبيره قوي من الجمهور. نروح على حته النادي الاهلي.
قال له انت حسيت بايه لما لبست تيشيرت النادي الاهلي؟ قال له كنت مبسوط جدا. الواد وشه نور وهو بيتسال السؤال يا جدع، والله العظيم وشه نور. قال لك ومتحمس اكتر، متحمس ان انا اخد بطولات ما خدتهاش. قال له زي ايه؟ قال له زي بطوله افريقيا ما خدتهاش مع الزمالك. طب هو يعني ايه يا معلم؟ ما كنت ممكن تاخدها مع الزمالك يا باشا. لا، الاهلي حته تانية. قال له انا عايز اخد بطوله افريقيا مع الاهلي، عشان العادي بتاع الاهلي ان هو كل سنه بياخد بطوله افريقيا. قال له بطوله افريقيا راحت من الاهلي السنه دي، انا عارف ان هم مش هيسيبوها، انا عارف ان هم عايزين يرجعوها تاني. انا جاي اخد بطوله افريقيا مع الاهلي، انا جاي العب في كاس العالم مع الاهلي، بطولات انا ما شفتهاش قبل كده ومش هشوفها في حته غير الاهلي. وقال له جاي ياخد الدوري والكاس وكل حاجه خدتها مع الزمالك، جاي ياخدها مع الاهلي تاني، جاي ابني تاريخ، جاي يعمل قاعده جماهيريه جديده. قال له جمهور الاهلي مرعب. قال له يعني انت شايف جمهور الاهلي مرعب؟ برضه ابراهيم فايق مش سهل يعني. قال له انا طول عمري بقول كده، طول عمري بقول ان جمهور الاهلي ده مفيش زيه. قال لك جمهور الاهلي ده جمهور مرعب، يخوف اي حد واي حد يهابه، وده لو في ظهر اللعيب خلاص يا باشا، خلاص يا باشا انت في حته تانية. زيزو داخل بيفرش الارض ورد لكل جمهور الاهلي، لكل لعيبه الاهلي، لكل اداره الاهلي. اتسال اذا كان كابتن محمود الخطيب كلمه، قال له اه طبعا كلمني وبارك لي، وما قاليش غير حاجه واحده، قال لي خليك زي ما انت، ما تعملش اكتر من اللي انت بتعمله، انا عايزك تفضل زي ما انت. زيزو باين عليه اول فرحه، باين عليه الحماس، باين عليه اثار انتقاله للنادي الاهلي. كلنا عارفين من زمان ان زيزو اصلا اهلاوي ما هواش زملكاوي. معلش يا اخواتنا زملكاويه يا اللي كنتوا بتبنوا عليه طموحات واساطير والكلام ده كله، بس هو الراجل اهلاوي، وياما في حوارات كتيره قوي كان بيلمح للكلام ده كله. مع كابتن شوبير قبل كده طلع قال لك انا مش هرجع من بره غير لو النادي الاهلي كلمني. مع رامز قبل كده لما اتسال انت اهلاوي ولا لا، قال له انا دلوقتي لاعب في نادي الزمالك بس كل عيلتي واصحابي اهلاويه. فيعني هو الراجل بيلمح من زمان ان هو اهلاوي، فطبيعي انتقاله للنادي الاهلي تبقى فرحه كبيره قوي ليه ولابوه والاهل وكل حاجه. والنقطه المهمه، قال له انت رحت الاهلي بكام؟ قال له انا رحت الاهلي باقل من عرض الزمالك اللي كان متقدم لي، اللي هو كام؟ الزمالك كان مقدم 40 50 مليون. نفتكر الكلام ونرجع لورا، ده معناه ان زيزو رايح الاهلي باقل من ال 40 مليون دي. علشان كل الكلام اللي بيتقال ان زيزو هياخد 500 مليون و400 مليون ومش عارف ايه، لما ابراهيم فايق قال له الكلام ده اتقال يا باشا ان انت عقدك هيوصل ل 100 مليون في السنه 5 سنين، يعني انت بتتكلم في 500 مليون. قال له ده انا بطل كوره، اخدهم وابطل كوره. قال له بعيد قوي عن الكلام ده، مش 50 ولا 40 ولا 30% حتى من الكلام ده كله. انت عارف 30% من ال 500 مليون دي يعني انت بتتكلم في 130 مليون تقريبا يعني. قال له اقل من كده كمان. فانت بتتكلم ان عقد زيزو في الاهلي مش العقد الخرافي اللي الناس كلها بتتكلم فيه، هو عقد كبير طبعا ولكن ليس بهذا الحجم. اداره النادي الاهلي اداره ذكيه جدا، قدرت ان هي تدعم زيزو، قدرت ان هي تدعم صفوف النادي الاهلي بصفقه قويه جدا زي زيزو في وقت زي ده. صفقه اتخذت من المنافس المباشر اللي هو نادي الزمالك، صفقه القرن. هو قال لك يا عم انا مش صفقه القرن، اعتبر امام صفقه القرن، ولكن هي دي فعلا صفقه القرن الحقيقيه. وزيزو هيبقى اضافه كبيره. يا ترى هنشوفه في ماتش النهارده قدام باتشوكا ولا لا؟ خلينا نشوف. تشاو.